الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أعزائي وعزيزاتي المشاهدين في حلقة جديدة وفيديو جديد في قناة خياطة تيفي. اليوم أعزائي وعزيزاتي غادي نخيط مخدة وسادة نوم تاع البرية. اليوم غادي نوريكم خطوة بخطوة. غير معلوماتكم راني فاتحة جروب في الفيسبوك اللي بغات تتعلم في الميسنجر تتعلم بالصور مرحبا بها، وكذلك غادي نولي نحط لكم الصور هنا في القناة اللي تبغي تتعلم بالصور واللي تبغي الفيديو مرحبا بها. لنبدأ على بركة الله في العمل. نقول لكم حاجة، نصف متر تخدم لكم مخدة ويبقى طرف تاع كتان كيما هذا، يبقى طرف تاع كتان. الآن شنديرو؟ نحتاجو لثالث أجزاء. الجزء الأول ممكن نوريه لكم. الجزء الأول هذا اللي راه محطوط أمامكم أعزائي وعزيزاتي، هذا المستطيل اللي راكم تشوفوا فيه هو الوجه تاع المخدة تاعنا. شوفوا عندي العرض تاعه منا لهنا 50 سنتيم، والطول منا لحتى لهنايا 70 سنتيم. هذا هو الجزء الأول اللي هو الوجه تاع المخدة تاعنا. عندي هذا الجزء يجي في الظهر باسكو غادي نديرو تاع بريه، هذا ويجي فوقه هذا يجي فوقه ولا العكس. المهم نعطيكم القياسات تاع هذا الاول. هذا فيه في الطول تاعه وهذا عفوا العرض تاعه 50 سنتيم، وفي الطول كذلك 50، يعني عندي 50 على 50. اما هذا المستطيل الصغير دقيقه نقلعو هذا باش يبان. هذا المستطيل الصغير عندي من لهنا 30 سنتيم، والعرض تاعه باسكو غادي يجي هاك العرض تاعه 50 سنتيم. الان كيش نديرو لهم هادو؟ نحكمو هذا الجزء تاعي نديره كيما هاك، نجي هنايا نطوي طيه اولى طيه تانية هكا، طيه الاولى والطيه الثانيه، وندير عطفه، ندير له كفه هنا، ونجيب هذا كذلك جهة 50 سنتيم ندير فيها كفه، يعني ندير لهذا كفه ولهذا كذلك كفه، ندير لهم كفه كفه، ونولي لكم الطريقه ولا الخطوه التي تلي. عزيزاتي انا درتها لكم بالابيض من الاسفل جوست باش تبان لكم الكفه. ها هي هذه الكفه اللي كنت نقصدها، تجيب هذا الشكل كيما الكفه. راني درت لكم فيديو على الكفه اللي بغات تتعلمها تاع البدايات. المهم ها هي بهذا الشكل، هذا الطرف الصغير درنا له كفه منا، والطرف الكبير درنا له كفه منا. دوك نوريكم كيفاش تجمعوهم. الان غادي نوريكم اعزائي وعزيزاتي كيفاش نجمعوا القطع الثلاثه اللي خدمناهم. اول حاجه نفرشوا الجزء الكبير اللي طول العرض تاعه من لهنا 50 سنتيم والطول تاعه 70 سنتيم، نفرشوه والوجه تاعه يقابلنا بهذا الشكل. نحط الجزء هذا الصغير اللي راه امامكم اللي درت له كفه، هيا لا شوفوا نديروا الوجه على الوجه، ديروه فوقه الوجه على الوجه، يعني ظهره يكون مقابلنا والوجه تاعه مقابل هذا السفلي. من بعد نفرش فوقه هذا، نفرش فوقهم هذا الجزء الثالث اللي ايضا درنا له كفه. بعد ما درت هادو زوج فوق الوجه تاع الوساده يبقاو هادو زوج تاع الظهر. الان نجي نخيط كاع منا كاع الحواف، نخيطهم بماكينه الخياطه، نوريكم الخطوه التي تليها واللي هي الخطوه الاخيره. اعزائي وعزيزاتي هنايا باش نوضح لكم امر، لازم الجزئين اللي زدناهم في الخلف يكون واحد فوق واحد ب5 سنتيم او 10. المهم يبقى لكم الزياده، لازم حسب القياسات اللي عطيتها لكم لازم يبقى، لا ما بقاش تقدوا تزيدوا جزء. انا هنا ني زايده جزء خاطرش ما قسمتش نيشان، عطيتكم 30 وما قسمتش 30 ليدا زدت. الان شوفوا لازم واحد فوق واحد يجوا هكا باش هنا تبقى مبلعت لنا المخده تاعنا، ونخيطوا لو تور
دوك نخيطها ونكملوا مع بعض. اعزائي وعزيزاتي المخده بعد ما خيطتها شوفوا كي تجي كيما هاك بهذا الشكل. الان شنديروا دخلوا يديكم منا وتقلبوها تقلبوها. دونك هذا يولي للداخل وهذا الشكل يولي للبرا. دوك نقلبها ونوريكم الخطوه التي تليها. لا بعد ما قلبتها شوفوا كي غادي تجي الدخلاني داخل تجي على شكل بريه كيقولوا له الطرد جو سي با كيقولوا له ليسونسيال. هيا لا على شكل بريه. ها هو الوجه تاعها منا شوفوا كي خرجت شابه. الان خصتها حاجه. هاد الحاجه اللي خصت اعزائي وعزيزاتي هي الاطار الدخلاني اللي يشدلنا المخده تاعنا وتجي بيان فيني. شنديرو نجو هنايا ندخلو بواحد سنتيم ولا 2 سنتيم كيما تبغوا لكن هي في العاده 1 سنتيم منا 1 سنتيم منا ونديرو نقطه. نجي هنا 1 سنتيم منا وندير نقطه ونرسم خط مستقيم يربط بين النقطتين. نجي هنا في الحواف في كل الحواف ندير نفس الشيء نقاط ونفصلها نربطها نرسم مستطيل دخلاني منا 1 سنتيم منا خلو 1 سنتيم ومنا 1 سنتيم. دوك نرسمه لكم اعزائي وعزيزاتي وكي نرسموه نخيطو فوقه وتكون المخده تاعنا واجده. بعد ما خيطت هذاك الخط اعزائي وعزيزاتي هذا المستطيل اللي كنت عليه ها هي الوسادة تاعي واجدة. نتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا فهمتوا واستفاديتوا. معليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وفي حلقة جديدة إن شاء الله. سلام.